السلام عليكم. النهاردة هنعمل المكرونة البشاميل بطريقة جديدة. قليل جدا اللي يعرف الطريقة دي، ومش هنحتاج جبن على وش صينية المكرونة، وهتطلع تحفة وخفيفة، وكل التريكات هتكون في طبقة البشاميل الأخيرة اللي بنحطها على وش صينية المكرونة. بجد هتندموا لو ما جربتوش طريقتي. أول حاجة في حلة هنزل بالسمنة وعليها بصلتين أو 3 بصلات مبشورين. بعد كده مجرد ما البصل بيصفر انزل باللحمة المفرومة، وبعد كده احط الملح وكمان الفلفل، وممكن ازود قرفة. اقلب كويس واسيب اللحمة تستوي. دلوقتي هعمل البشاميل. انزل بالسمن واول ما السمنة تسيح انزل بنفس كمية السمنة دقيق، يعني حوالي 4 معالق من السمنة و4 معالق من الدقيق، وقلب كويس لمدة حوالي دقيقتين. انزل بعد كده بلتر من اللبن، وممكن نص لتر لبن ونص لتر شوربة، لكن انا بفضل اللبن. اقلب كويس جدا وانزل بالملح والفلفل، كمان ممكن ازود جوز الطيب مبشورة، بتاخد البشاميل في حتة تانية خالص. دلوقتي هسلق المكرونة مية مغلية وعليها معلقة ملح، وانزل بالمكرونة وقلب المكرونة مرة عشان ما تلزقش مع بعضها. وبلاش يا جماعة الزيت، وخاصة في المكرونة البشاميل. مش هستنى لحد ما المكرونة تستوي، لا مش هسويها تسوية كاملة، لازم يكون فيها ندغة لان هتكمل سواها في الفرن. بعد كده اصفيها في المصفى، وطبعا ما اشطفهاش خالص بمية. ابدأ دلوقتي احط شوية بشاميل على المكرونة واقلبهم كويس جدا. بعد كده في صينية انزل بالبشاميل، وبعد كده انزل بنص كمية المكرونة اوزعها كويس، وانزل كمان دلوقتي باللحمة المفرومة واوزعها كويس في الصينية. بعد كده انزل بباقي المكرونة على الصينية. ودلوقتي بقى باقي البشاميل اللي هيبقى على وش المكرونة، اضيف للبشاميل بيضة مخفوقة، بس لازم البشاميل يكون بارد، وانزل عليه فلفل اسود واقلب كويس جدا. دي التركة الاولى. التركة التانية هنزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ودي هتفرق جامد في البشاميل وهتخلي الطبقة خفيفة جدا. وبعد كده انزل بالبشاميل على وش الصينية، وعلى وش البشاميل انزل بحبة لبن واوزع اللبن على الصينية. وده هيديني لون حلو قوي لصينية البشاميل، كأنك حاطة ليها جبن بالظبط. احطها في الفرن وهتطلع بالشكل الجميل ده، وطعمها تحفة. لو حسيت ان في فايدة للفيديو اعملوا اشتراك للقناة وجربوها، وردوا عليا في التعليقات، ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم على خير، مع السلامة.